ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك لتحت الفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده بداتها معاكم النهارده، هنحضر كده منيو اقتصادي 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 وحلو وجميل، وكمان كلنا بنحب الاكل الحارش، فبالنسبه لنا الوجبه دي حلوه جدا جدا جدا. اول حاجه كده بداتها ان انا عملت بصله كده على ايدي، وحطيت عليها كيس كده من الصلصه، ونزلت عليها بالطماطم بتاعتي. طبعا عشان انا بحب اعزز كده لون الطماطم بتاعتي عشان تبقى لونها غامق كده، ومهدرش كميه كبيره من الطماطم علشان اعمل المكرونه بتاعتي. فبصراحه الصلصه دي حلوه جدا جدا جدا، ولازم تبقى موجوده في كل بيت. طبعا بس وعندي حانه في الحله التانية ميه بتغلي، حطيت فيها ملح وزيت، وهستخدم كده المكرونه القواقع دي. وعندي كده طاسة حطيت فيها كده بطاطس تتسلق، علشان هعمل بطاطس مسلوقة بتوم، وهعمل اللي هي بتوم وكزبرة، وهعمل كمان بطاطس اللي هي بالطحينة، بالثوم والطحينة والبهارات. اول حاجه كده نزلت بيها يعني الكيس المكرونه بتاعي. اول ما ابتدى كده خلاص راح يغلي وكده، نزلت بكيس المكرونه بتاعي. وكل ده ويعني انا مشغله كذا عين علشان انجز كده في الوقت بتاعي، وما ياخدش معايا وقت الاكل يعني وكده. انا بضيف بهارات بتاعي: كزبره وفلفل اسود وسنه صغيره كده من الكمون، وسبع بهارات. عندي كمان طاسه تانية حطيت فيها شويه زيت، وكمان هاخد كده مغرفه كده من التسبيكه اللي انا عملتها، واسيبهم كده يتسبكوا كده مع بعض. انا مش هعمل كميه كبيره، عشان كده مش هعمل كتير، يا دوب شويه صغيرين، فهسيبهم كده لحد ما يتسبكوا. وبعد كده نزلت عليهم بالفول. عملت هنا فول ساده، وعملت هنا فول بطماطم وبصل، وهنا الطماطم بتاعت التسبيكه بتاعت المكرونه بتتسبك، وهنا المكرونه بتتسلق، وهنا البطاطس بتاعتي بسلق فيها. بحب جدا احط رشه كده من الملح والبطاطس بتتسلق. عايزه اقول لكم بتودي طعم البطاطس في حته تانية جدا. جربوا تضيفوا لها الملح بتاعها هي وبتتسلق، هتلاقوا الطعم بتاعها احلى بكتير من انك تضيفيه هو بعد ما يعني ما تطلع وكده. بالنسبه للبهارات بتاعتي اللي انا ضفتها، فانا قلتها لكم: كزبره وفلفل اسود وكمون وسبع بهارات. طبعا للصلصه بالنسبه للفول مش هنحط غير كزبره وكمون وملح طبعا، وفلفل اسود حاجه صغيره. بس. وهنا طبعا انا برضو ضفت هنا زي ما قلت لكم في صلصه المكرونه، حطيت برضو السبع بهارات علشان بتديلي كده نكهه كده حلوه جدا. وطبعا لو عندك روزماري حطي، بس انا بصراحه ما كانش عندي، فعشان كده ما حطيتش. بس. وهنا طبعا انا الفول ده هعمل فول بالطحينه ده طبعا، بس لما باجي اغرف الاكل بحط عليه الطحينه. وهنا الفول الناحية التانية ده بالطماطم، طبعا مش هضيف عليه اي حاجة تاني. وهنا المكرونة بتتسلق. بس بصراحة انا مشاركتش معاكم يعني مشاركتش معاكم انا وبغرف الاكل، لاني بصراحة كنت مزنوقة جدا في الوقت، وما كانش عندي وقت ان انا اشاركه معاكم، لان التصوير بياخد وقت طبعا. فانا شكل المكرونة زي ما انتم شايفين كده شكلها. كمان قلت اعمل معاكم كده حاجة حلوة. كان عندي بصراحة كيس كنافة يعني وكده، كان بقاله فترة كده في الفريزر، فقلت بصراحة كده اطلعه واستخدمه. إيه طبعا انا بكون مسخنه الفرن من قبلها. اي حلويات او اي حاجه انا بدخلها الفرن لازم بكون مشغله الفرن بتاعها من الاول، لان انا عندي الفرن بطيئه يعني مش حاميه خالص، والنار بتاعتها ضعيفه، مش عارفه تقريبا شكله في مشكله في الفرن. إيه يعني عاوزه اجيب لها الصيانه وكده، بطيئه جدا جدا يعني. بصي علشان تسوي فرخه عايزالك يوم كامل عشان تستوي في الفرن. بجد هي حاجه صعبه صعبه جدا. بس. وبعد كده بدأت كده أعمل الكنافة بتاعتي وأضغطها. طبعا إنها بتكون طالعة كده من الفريزر. طبعا انت لو عندك كبة كبيرة حطيهم، بس بصراحة أنا ما عنديش، فعشان كده ما حطيتهمش. حطيتهم في الرف الأوسط وسبتها لحد ما تستوي، وسقيتها بعد كده بالشربات. هعمل كمان معاكم كده طريقة الفايش. كنت رحت عند أمي وكانت بتعمل كده فايش صعيدي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. عندي كده فول، الفول اللي هو المحمص، طبعا ما طحناه على الكبة، وهنزل عليهم بكوباية كده من اللبن دافية. واول ما اضيف كده اللبن واقلبهم كده تقلبتين، اقفل على طول علشان ما تاخدش هوا، عشان بتاعتي تخمر، يعني الخميرة تخمر، واكون مسخنة ردة والطاجن. وطبعا ما بنفتحش عليها كل شوية، بنسيبها 3 ساعات او 4 ساعات لما نفتح ونبص عليه.
طبعا هكسر الخميرة بتاعتي اشوفها، اختبرها انها استوت ولا لا، يعني اختمرت ولا لا. فحطيت عليها كوبايه دقيق، واول ما الاقي شكلها بقى بالطريقه دي هنزل عليها كده بكميه الدقيق بتاعتي. برضو مش هنزل بكل كميه الدقيق، هنزل بنص الكميه، واضيف كده ميه دافيه، وابتدي اعجن كده العجين بتاعي لحد ما يوصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهغطيهم طبعا وهسيبها في المكان دافي لحد ما تخمر، واشوف ايه ان هتوصل لايه او النتيجه بتاعتها هتكون عامله ازاي. لو لقيتها خمرت واتفعلت، على طول هنزل اكون مجهزه اللبن بتاعي دافي، شايفين شكلها عامل ازاي. هنزل كده ومعايا الخميره اللي هي الكركم والمحلم. طبعا يعني بتقولي عليهم لاي عطار، يعني بيقولي له عايزه خميره فايش هيديكي. هقلبهم كده في اللبن بتاعي، وهنزل عليهم كده ايه على الخميرة اللي احنا عملناها. ركزوا كويس قوي في الخطوات، علشان الحاجات دي بتبقى مكلفة جدا وانت عاملاها بمجهود وكمان تعب، فمحتاجة ان احنا نركز فيها شوية علشان مفيش حاجة تبوظ مننا. هنزل بعد كده بكمية الدقيق وافضل اعجن فيها لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. ان العجينة بتاعتي تكون حلوة وماسكة نفسها، وفي نفس الوقت ما بتعجنش يعني ما بتلبكش في ايدك كده خالص. بصوا شايفين ما بتلزقش خالص. وبعد كده بحط كده الكمية، ومهم جدا بين كل صابع والصابع التاني ان احنا نغرقه كده سمنة، علشان لما يستوي يعني ويخمر وكده ما يلزقش في بعضه ويبقى شكله مش لطيف. بسيب كل الكمية بتاعتي تخمر بالشكل ده، وبكون بعد كده بروح اشغل الفرن بتاعي وابتدي التسوية. ده شكلها بعد ما اتسوت. بعد كده برصها في الفرن وبقرقشها يعني وكده.